يا ترى ليه بتحب تفعص في الحبايه اللي في وشك؟ يعني ليه اول ما تشوف حبايه تسيب كل حاجه وتروح لها كانها جرس شقه واحد صاحبي؟ وليه كمان لما الجرح يلم تشيل القشره وتعيد الفيلم من اوله؟ بص يا سيدي، الدماغ عنده حاجه اسمها نظام المكافاه، يعني كل مره تعمل حاجه تديك احساس بالانجاز او الراحه المخ بيشجعك عليها حتى لو حاجه بسيطه، فيفرز لك شويه دوبامين كده على السريع. يعني بالمختصر كمل في اللي انت بتعمله، برافو عليك. وضغطك بقى على الحبايه المخ بيفهمه على انه تصحيح، فبيفهمه هنا على انك بتخلص من حاجه مضايقاك، بس للاسف انت بتكون خربت الدنيا بتفعيصك في الحبايه دي. وكمان القشره اللي على الجرح بتديك نفس الاحساس بالظبط، بس جسمك بيترجاك انك تسيب الجرح في حاله، لكن مع استعجالك على ان الجرح يلم بسرعه فانت بالحركه دي بتفتح الجرح تاني. ومع الوقت الموضوع بيتحول لعاده، والسلوك بتاع التفعيص في الجروح ده بيكون مرتبط دايما بالقلق والتوتر، وده كله بيحصل بقى علشان الديت طبعا. وللاسف بتكون فاكر نفسك بتساعد الجرح علشان يخف، بس انت حرفيا بحركتك دي بتمنعه يخف. فانت لازم تفهم مخك بيعمل ايه علشان تعرف تنقذ وشك من افكاره. سلام.